شفتي منظر عبري تصوير الفلاش، خلت اللي تابع المنظر يطيش. شفتي بالله اللي تسمعوني كلكم، كل اللي يسمعني الآن ابغاك تقولها في صدرك وبلسانك، قل لا إله إلا الله. والله العظيم تحس براحة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والله يا شباب أقسم بالله هذه الجلسة شايفينها، هذول الشباب القائمين مندوبية الوزير أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والله العظيم ما سهروا وسيبوا بيوتهم وحطوا الفرشات وسهرانين معاكم من الفجر هنا، تدرون ليه؟ عشان يوركم السعادة الحقيقية. والله العظيم قبل أشهر من هذا اللقاء، اسمع القصة هذه، قبل أشهر كنت في هذا المكان وألقيت محاضرة في هذا المكان وتكلمت عن السعادة الحقيقية، وأعطي الشباب رقمي بعد نهاية المحاضرة ويتصل بي واحد من الشباب بعد أيام من هذه المحاضرة، قال لي والله إني في ضيق وفي نكد وفي قدر وفي هم وفي غم لا يعلم به إلا الله، أشعر كأن الدنيا كلها على رأسي. سألت هذا الشاب وهو يتكلم بهذه الكلمات، سألت سؤال واحد فقط لا غير، قلت له أسألك بالله يا الغالي، أنت اللي تشتكي الضيق وكل واحد يسمعني الآن مهموم مغموم متضايق متنكد حياته ما لا طعم، كل واحد يسمعني أسأله هذا السؤال اللي سألته هذا الشاب، سألته سؤال واحد فقط لا غير، قلت له أسألك بالله يا الغالي كيف صلواتك واتصالاتك وعلاقتك بالله؟ تدرون بماذا أجاب وماذا قال؟ قال لي والله 3 سنوات ما دخلت مسجد، 3 سنوات ما ركعت إلا ركعة، 3 سنوات ما سجدت إلا سجدة. قلت له كيف تبغى ترتاح؟ كيف تبغى تطمئن؟ كيف تبغى تسعد وانت قاطع العلاقة مع الله جل في علاه؟ هذه الصلاة وهذا الدين علاقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والله ما ترتاح وانت ما تصلي، والله ما ترتاح وانت بعيد عن الله، والله ما يطمئن قلبك ولا ترتاح روحك ولا تسكن نفسك إلا بذكر الله، لأنه هو اللي خلقك وهو الذي أوجدك، وقال في كتابه الكريم ألا بذكر الله أي بطاعة الله بالقرب من الله ترتاح، غير ترتاح ولا تسعد ولا يطمئن قلبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيا أحبتي أسألك سؤال، كيف صلاتك؟ كيف اتصالاتك؟ أنا أسألكم بالله يا شباب ولا أسألكم تهمة، لكن بالله اسأل نفسك هذا السؤال. الآن الساعة 1:30 بالليل، الساعة 1:30 بالليل، أسألكم بالله اللي يراني يرى، أسألكم بالله يا شباب الإسلام يلي تحبون الله، يا أتباع محمد، يلي تحب أبو بكر وعمر، يلي تبغى جنة عرضها السماوات والأرض، أسألكم بالله اللي يرى مكانك لا تستحي من خلق، أسألكم بالله ثم بالله ثم بالله من صلى العشاء في جماعة اليوم يرفع يده. أسألكم بالله اللي صلى العشاء اليوم في جماعة يرفع يده. كم 10 15 20 والباقيين، واللي ما صلى لحد الآن ايش يبغى؟ ايش بينك وبين الله؟ اللي ما صلى لحد الآن ما ركع ولا فكر يسجد ولا يركع بين يدي الله، ايش بينك وبين الله يا أخي؟ الساعة 1:30 بالليل خرج وقت العشاء، انتهى وقت الصلاة. يا أحبتي والله العظيم ما سألتكم أقسم بالله إلا لأني أحبكم، والله ما تركت بيتي وجيت وقفت قدامك إلا لأني أحبك وأتمنى لك الخير وأتمنى لك جنة عرض السماوات والأرض. أبغاك تمشي على هذه الأرض وأنت مرتاح وأنت سعيد وأنت مرفوع الرأس، لكن يا شباب بدون صلاة ما في راحة، بدون صلاة ما في أنس ولا سرور. يا شباب احنا نقف على قصص، احنا نشوف شباب في سكرات الاموات في مغاسل الاموات ونرى بعيوننا هذه. والله العظيم جابوا شاب عمره 21 سنة، اسمع، جابوا شاب عمره 21 سنة، 21 سنة في عز الشباب. كيف شال المغسلة؟ تدري كيف؟ تدري كيف شال المغسلة؟ والله ما اقول لك حادث سيارة، والله ما اقول لك حريق في مدرسة، والله دخل مغسلة الأموات بسكتة قلبية. شاب في عز الشباب جابوه وحطوه على دكة الغسيل، بدأ المغسل يجرد من ملابسه، ولد عمه واقف مع هذا المغسل، ما بدأ المغسل يحط المويه على جسده إلا وجسده تغير، إلا وجسده تغير. اليوم أنا ما بقول لك قصص، اليوم بوريك، اليوم أجيب لك صور ومقاطع بالفيديو، صور لشباب من شباب هذا البلد
من مغاسل الأموات أنا جايبها اليوم لك، لعل قلبي وقلبك يحيا بهذه الصور. بدأ المغسل يغسله، والله ما ان وضع المغسل الماء على جسده الا ولد عمه يفك الباب ويبدا يصيح، يطلع من المغسله يصيح يقول الصلاه الصلاه الصلاه. قالوا له ايش فيك؟ قال تبغون تعرفون ايش فيه؟ ادخلوا شوفوا. دخلوا يا شباب، دخلوا يا شباب، ترعوا هذا الشاب قد قلب الله بشرته الى سواد شديد وصديد من اذنيه لا يتوقف. سالوا عن حالي وعن حياته، قالوا والله مات وهو لا يصلي، مات وهو لا ينام الا وسمعت الاغاني في اذنيه. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. والله ما بينك وبين الله عهد ولا ميثاق، ما بينك وبين الله الا الصلاه. تضيعها والله تضيع، والله اللي ضيع الصلاه يضيع في الدنيا والاخره. يا اخي صلاه صلاه، تعرف معنى صلاه؟ ركن من اركان الاسلام، الركن الثاني. الحج انت معذور، الحج ما عندك فلوس، مريض ما تقدر، معذور يا حبيبي. صيام رمضان مسافر مريض معذور. زكاة ما انت غني ما عندك فلوس معذور. لكن الصلاة معذور؟ والله ما انت معذور، والله ما انت معذور. هذه صلاة صلاة. الى متى يا شباب؟ الى متى وجهنا الشباب في المغاسل ونلقى شباب ميتين؟